احنا مش عايشين، احنا بنتفرج على فيلم اسمه حياتنا، والفيلم ده بطله السرسجي. تعرفوا ليه بنحب السرسجة كده؟ عشان سهلة، ما بتحتاجش تفكير وما بتحتاجش تعب. كل اللي مطلوب كام أغنية شعبي من اللي بيسموها مهرجانات وكده زي الفل. أنا بقيت خلاص سرسجي، وطالما أنا سرسجي يبقى أنا موجود. الموضوع سهل، اعوج بقك وانت بتتكلم وتخانق مع أي حد يقول لك أي حاجة في الشارع أو حتى يبصلك، وقول كام كلمة زي يا شوح، وبين كل كلمة وكلمة قول يا صاحبي. وعلى طول قبل أي حاجة اسأل اللي قدامك أنت منين، واعوج بقك وما تنساش يا صاحبي. تمام قوي، أنت كده بقيت سرسجي. بس إحنا بننسى حاجة، إن اللي بنشوفه في الموبايل ده مش حقيقي، ده وهم، وبنبيع فيه أولادنا وحياتنا وجيل كامل. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بين الحق والناس. النهارده مش هنتكلم عن جريمة قتل ولا نصب ولا حتى جريمة طار. النهارده هنتكلم عن جريمة أكبر، جريمة قتل جيل كامل، جيل ضايع نفسه وبيتحرق وهو فاكر إنه بيتبسط. إزاي بقينا نشوف شباب واقفين بالساعات بيسمعوا أغنية بتقول شوح كده، واللي حواليه بيهيصوا كأنها حكمة العصر، وتلاقي عيل لسه بيقول يا عيال ماشي عمال يغني ويقول لك أنا مش دلع يحكوه وفرحان جدا. وإزاي حفلات كلها تعقيب وراس مليانة إيحاءات، وإزاي السلاح الأبيض بقى ليه في الأفراح بيطلع نقطه ويتصور بيها كأنه رمل، وهو للأسف مش واخد باله إنه ضاع مستقبله بإيديه. طب يا جماعة، يعني لو صحيت الصبح ولقيت ابني بيقول لي بابا إيه رأيك في شوح الكبدة؟ أعمل إيه؟ ده أنا ساعتها ممكن أطلع الكبدة وأعمل له سندوتش متوصي عليه. ما هو أكيد مش هسمح لحاجة زي دي تحصل لابني بسبب الوباء اللي بقينا فيه. إحنا بقينا بنحتفل ونفرح بالغلط بدل ما الفرح يبقى بداية حياة، بقى مشهد. مين هيولع الفرح رقص وتعقيب أكتر من التاني؟ يا عم أنت عريس ولا جيمس بوند؟ أنت بتتجوز ولا داخل حرب؟ ما تفرح عادي من غير ما تبين إنك سرسجي. يا مصري، دي مش غلطة الشباب بس، دي غلطة إعلام وغلطة غياب الرقابة على حاجات كتير قوي، لدرجة إن أي حد بقى عايز يعمل أي حاجة غلط بيعملها ويضخ فيها السم ويظهرها لك على سنها حاجة حلوة. بس هو للأسف حط فيها كل أدوات الدمار اللي هيدمرك بيها ويدمر بيه بالكامل. دي غلطة قدوة ضاعت، وغلطة تعليم، والشخص بقى يطلع حافظ مش فاهم، وبيوت سايبة لأقل الشارع ومقاطع الفيديو تربيهم، والنتيجة فجوة كبيرة قوي بيننا وبين الأجيال اللي قبلنا واللي بعدنا كمان. شايف يا جزار؟ فاكر نفسه بطل وهو مش عارف إنه بيتهان، بيصوروه عشان يضحكوا عليه بعدين. والبنات اللي المفروض هيطلع منهم يا مهندسة يا دكتورة يا محامية بقى هم كمان بيعقبوا وبيتصوروا وهم بيعملوا ده وفرحانين بالتعليقات. ازاي وصلنا لكده؟ وصلنا لمصر لاننا سمحنا للوباء انه يسيطر. في علم النفس في حاجه اسمها التطبيع، يعني الانسان بيتعود على الغلط لحد ما يبقى عادي وطبيعي، وده اللي بيحصل. بيتعودوا على الرقص المهين والاغاني الهابطه، المهرجانات والعنف والبلطجه، وكله في شارع السرسجه. مش انا الاول نصحى بقى وكفايه كده. تعرفوا ايه هي اخطر حاجه؟ ان ده مش صدفه، ده مخطط. في علم النفس في حاجه اسمها غسل المخ، وده اللي بيحصل لاولادنا. عايزينهم يفضلوا اغبياء، ما يفكروش وما يهربوش من السجن. احنا عايشين في سجن اسمه التفاهه، وحراس السجن ده هم بتوع المهرجانات واللي بيعقبوا على اغانيهم. الحل بسيط وصعب في نفس الوقت. اول خطوه الوعي، تاني خطوه الرفض، تالت خطوه التعليم. القيمه في العقل مش في الشكل. ما تيجي نبدأ من جديد مع الأجيال اللي دايما. تعالوا يا أبطال، إحنا عايزينكم أذكى وأقوى، ما تبقوش نسخة من الوباء اللي بنشوفه في الموبايل. كمان مصر في حاجات مهمة لازم نهتم بيها، الدين، الرياضة، العلم، كل دي أسلحتنا. إحنا مش بنمنع الشباب إن هم يتبسطوا، بس إحنا عايزينهم يتبسطوا بطريقة تبني مش تهد. الكورة في ملعبنا، في ملعب كل أب وأم وكل معلم. مش هنسمح يسرقوا مستقبل ولادنا. جه الوقت الحقيقي للتغيير، لسه في وقت. ابدأ من دلوقتي وهون نفسك للأحسن. خليك راجل، خليك قد المسؤولية، وبلاش تبقى سرسجي. وفي النهاية لو عجبك المحتوى بتاعنا تابعنا وادعمنا بلايك وشارك الفيديو، واستنانا الحلقة الجاية في موضوع جديد بين الحق والناس.